جروبات بيع وشراء طبعا علشان ازود النشر من الماركت لجروبات كبيره، تمام، بحيث ان المنتج يتشاف اكتر ويبقى عندي مبيعات اكتر. ما ينفعش ان انا اعرضه في الماركت بليس وخلاص، على كده انا كده تمام، مش هيجي لي اوردرات طبعا لاني شغال مجانا وما دعمتش الاعلان في جروبات. فلازم النقطه دي تكون موجوده، تمام. ال- الجروبات اللي عندي دي هتلاقي دايما جنبها علامه مربع كده بيدي لك ان انت تحدد 21 جروب. طب لو رفعت خالص كده وتلاقيت كلمه انضمام، دي الجروبات دي مش تبعي، يعني مش موجوده عندي. ولازم يكون عندي جروبات فوق يعني جروب زي ده كده كراكيب باسماعيليه 109,000 عضو، 40,000 عضو، ده 46، ده 70,000. ما ينفعش أعرض المنتجات بتاعتي أو أنضم في الأساس لجروبات هي 5000 و2000 و1800 شخص. الجروبات دي مش هتجيب لي مبيعات. كل ما يبقى الجروب عندك حاجات زي 87,000 و100,000 والكلام ده، فالإعلان بتاعك بيتشاف أكتر. طبعا ده عدد ناس، تمام. بعد ما حددت ال 21 جروب هتيجي تحدد خلاص، هيقول لك خلاص انت كده يمكن العرض فيه 20 من المجموعات بحد اقصى، تمام. بندوس على كلمة تم دي اللي على الشمال فوق، وبعد كده انا كده تمام خلاص، الاعلان بتاعي تمام، كل حاجه تمام. بدوس على نشر اللي فوق خالص على الشمال. لو جالك اللي هي صلاحيه وصول الى الماركت بليس في خطر، دي بتدوس موافق ومفيش اي حاجه وبتدوس نشر. خلاص انا كده الاعلان بتاعي جاري النشر. دقيقه بالظبط وهتلاقي الاعلان بتاعك نشط خلاص. يعني لو انت حدثت كده سحبت بصبعك من فوق لتحت، خلاص الاعلان بتاعك بقى نشط واتعرض اهو زي ما انت شايف، تمام اهو. زي ما انتم شايفين مفيش دقيقه او دقيقتين الاعلان نشط، تمام. بعمل ايه بعد كده بقى؟ انا كده خلاص على عملت الاعلان وحددت 21 جروب عندي وخلاص كده؟ لا طبعا. بطلع خالص وباجي على الفيس لايت وبجيب الماركت بليس وبدوس على العلامه دي اللي هو دي الصفحه بتاعتي، تمام. ادي الاعلان اللي احنا عرضناه، بندوس عليه. طبعا الاعلان تم العرض في 44 ثانيه. فانا بعمل ايه بقى؟ المفروض ان انا بدوس على عرض للبيع في مزيد من الاماكن، اللي هو اكتر من 21 جروب. اللي الفيس العادي اللي هو الازرق مديني 21 جروب، مش هيزود عن كده. باجي على الحركه دي بتخليك ان انت تعرض المنتج في اكتر من 100 جروب، لو عندك 100 جروب او 500 جروب حتى. فالحركه دي بتخلي ان الاعلان على الماركت يوصل لاكبر عدد جروبات انت مشترك فيها، تمام. بحدد 10 جروبات بس. لو حددت اكتر من 10 جروبات يا اما بيجي لي حظر يا اما بيترفض النشر في الجروبات اللي انت حددتها. يعني ما ينفعش احدد كل الجروبات دي طبعا. وبدوس على نشر هنا علشان انا حددت اكتر من 10 جروبات، فجالي تم النشر في صفر من الاماكن. طب المفروض بعمل ايه؟ اهو كاتب لك لا يمكن النشر فيما يزيد عن 10 مجموعات. فبدوس رجوع وبدوس عرض للبيع في مزيد من الاماكن، وبرفع كده الجروبات اللي انا حددتها. بلاقيهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. فبلغي جروب واحد منهم بس، يعني اشوف جروب صغير كده الغيه وبدوس نشر. هنا جاب لك تم النشر في عرض في 10 من الاماكن، تمام. انا كده عرضت المنتج ده، بدوس رجوع في رجوع تاني، تمام. وبخش على المنتج اللي بعده، تمام اهو. دخلت على الاعلان ده بدوس عليه عرض للبيع في مزيد من الاماكن، وبعدين بزود 10 جروبات بس، مش هزيد عن ال10 جروبات، تمام. وبدوس نشر. تم العرض في 10 من الأماكن، وبرجع خالص وبجيب الإعلان اللي بعده وبعمل نفس الطريقة مع كل المنتجات. دي خطوة بتخلي الإعلان بتاعك يتشاف أكتر، تمام. وبعدين أدوس رجوع الإعلان اللي بعديه بعمل نفس الكلام، تمام. خلاص فهمنا النقطة دي. طيب أنا عايز بشتغل على مثلا منتج واحد زي ده كده، هو قال لي تم العرض للبيع في 3 من الأماكن. طب لو أنا نزلت كده عملت تحديث وحدث لي، بص تم العرض للبيع في 12 من الاماكن. وفي طبعا اماكن لسه بيتوافق عليها والاعلان بيتنشر فيها طول ما انت شغال. فكده الدنيا تمام. هتيجي تبص هنا عندك في كوتش زي ده كده تم العرض للبيع في 59 من الاماكن. فانا كده عرضه على الماركت وفي 59 جروب. علشان بس في ناس بتفكر ان انا خلاص عرضت على الماركت وخمس ست جروبات فكده تمام. لا، الطريقه دي لازم هتجيب لك اوردرات، لان انت بتيجي مثلا تفتح الفيس عندك كل ساعه ساعتين ازود النشر في جروبات، تمام. طيب انا كده خلصت طريقه العرض على الماركت بليس وزودت جروبات على الفيس لايت، تمام. وخلاص فهمنا النقطة دي كويس، خلاص تمام. انا طالما فهمت نقطة ان انا هعرض على الماركت ازاي واشارك من الفيس لايت في الاعلان في جروبات كتير، فالطريقة دي خلاص تمام. طيب انا بقى مش عندي جروبات علشان اضيف فيها الاعلان ده كله، تمام. الخطوة دي هنبدأها ان انا هقول لك هتعمل ايه بالظبط. هتيجي على الفيس لايت، تمام. وبنيجي نعمل ايه بقى؟ تحديث الفيس لايت اللي عندك اخر تحديث للفيس، تمام. بتيجي على الثلاث شرط اللي فوق خالص على الفيس لايت، تمام. وتيجي على حاجه اسمها المجموعات.
بتفتح المجموعات دي الجروبات اللي انت مشترك فيها، دي الجروبات كلها اللي انت مشترك فيها. في ناس ما عندهاش الجروبات دي، طيب هشترك ازاي؟ في حاجه هنا اسمها اكتشاف. اكتشاف ده بيجيب لك بعض الجروبات اللي موجوده اللي هي الكبيره زي ما انت شايف، وبيجيب لك عليها كلمه انضمام. طيب حاجه زي سوق الحميدي والتجاري ده مثلا، لو دخلت عليها بيبقى مكتوب هنا اكتب شيئا، ده ممكن انضم له وممكن لا. يعني لو دوست انضمام خلاص تمام، هو كده هيتوافق عليه، تم الانضمام. طيب لو دخلت على السوق المفتوح بيع وشراء، ده جروب للبيع والشراء، تمام، ممكن اعمل له انضمام برضو، تمام. طيب انا في جروبات بقى عندي بتاعه بيع وشراء زي مثلا اوليكس مصر، لو دخلت عليه برضو نفس الواجهه. انا عايز بس ايه اجيب لك حاجه هي بتاع متخصصه في البيع والشراء بس، تمام. هتلاقي اكتب شيئا ده يبقى مش بيع وشراء، تمام. ده برضو نفس النظام، السوق المفتوح للملابس، لان في حاجات بتبقى ظاهر فيها الاعلان بتاعك وفي حاجات لا، تمام. ده بقى جروب بيكون متخصص في البيع والشراء زي ما انت شايف، معروض فيه كل حاجه. انا عرفت منين بقى؟ بتيجي عند اما بتفتح الجروب بتلاقي الواجهه بتاعته هنا مكتوب لك ما المنتج الذي تبيعه او التي تبيعه، المنتجات التي تبيعها، تمام. فانا بعرف ان ده جروب للبيع والشراء. طيب انا داخل الجروب ده ليه اساسا؟ علشان انضم لجروبات هي بيع وشراء تظهر عندي على الماركت بليس، تمام. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ المفروض دخلت الجروب بخش على حاجه، يعني اي تعليق، اي يعني ده اعلان معروض اهو على تليفون، بدوس على التعليق، تمام، بيجي لي كده، برجع وبطلع لفوق بلاقي جروبات عندي تحت اهي، دي الجروبات دي 100% بيع وشراء، بدوس عليها انضمام، بدوس على ده انضمام، وبدوس على ده وعلى ده، او بدوس هنا انضمام الى كل المجموعات، تمام. طيب بس كده خلاص؟ لا، بخش على جروب مثلا تاني، لان ده جروب مثلا كراكيب الاسماعيليه بيع حاجاتك واشتري، ده جروب طبعا في 25000 ومكتوب لي هنا ما المنتجات التي تبيعها، فده جروب لبيع وشراء، فبخش على التعليق هنا. طبعا كل جروب يعني ده كراكيب اسماعيليه ممكن يجيب لك الجروبات اللي هي خاصه باسماعيليه زي ما انت شايف كده، تمام. فبيجي هنا ده جروب مكتوب الاسماعيليه بس، بدوس عليه انضمام لانه 94000 عضو، تمام. حد يعرف في الاسماعيليه ده بندوس عليه برضو انضمام 53 بس. مباشر ده بلاش، يعني ده ممكن يكون بيعرض اخبار، فخلينا في الاعلانات اللي زي ايه، الجروبات اللي زي اللي انت شايفها اللي انا بعمل لها انضمام دي. وبعدين بدوس رجوع وبخش على حاجه زي شبرا الخيمه مثلا، هتلاقي هنا اكتب شيئا، ده مش جروب بيع وشراء، ده كله على بعضه. فنخش على حاجه تانية، كراكيب اسماعيليه اكتب شيئا، برضو ده جروب عام مش بيع وشراء. سوق بورسعيد ده جروب، طالما في قوائم معروضاتك هنا تعرف ان ده بيع وشراء وجروب عام عادي مفيش مشاكل، تنضم ليه او لا دي حاجه بترجع لك، تمام. فاحنا عايزين ننضم للجروبات اللي انا قلت لك عليها، اللي هي بتخش على الجروب بتلاقي ما المنتجات التي تبيعها، تمام. بنخش على تعليق كده اللي هي التعليقات وترفع خالص، بتلاقي الجروبات تحت هنا، ما لقيتش جروبات بتخش على جروب تاني او مثلا اعلان تاني، ده مش هيظهر لك الجروبات، تمام. دي طريقة طبعا من بعض الطرق اللي هي موجودة. يعني أنا لو دخلت على إعلان مفيش فيه تعليقات خالص، ده بالنسبة لي هيظهر لي الجروبات أسرع، تمام. زي ما أنت شايف طبعا الجروبات اللي أنا بنضم ليها دي بيكون ليها حد معين، يعني ما ينفعش إن أنا أنضم ل 50 60 جروب في نفس التوقيت، أفضل أنضم لجروبات، الأكونت بتاعي ممكن يتحظر ويتقفل، بالذات لو ده جروب جديد انت لسه عامله علشان تشتغل عليه. فما ينفعش ان انا انضم لكميه جروبات مره واحده، لا انا لازم يعني ايه واحده واحده، ابدا واحده واحده، اشوف مثلا جروب يعني كبير انضم ل 10 جروبات، وبعد كده بعد ساعة انضم ل 10 جروبات تانيين، استنى ساعتين ثلاثة انضم ل 10 جروبات، وهكذا. ما ينفعش ان انا اقعد انضم كده في يوم ل 50 60 جروب وخلاص انا كده ايه بقى عندي جروبات كتير، هتيجي وقت كده تلاقي الاكونت بتاعك اتحظر خالص وما بيفتحش. فلازم يبقى انت ماشي واحدة واحدة وعلى مهلك، تمام. بعد ما انضميت لجروبات وبقى عندك جروبات كتير، بتبدأ بقى تعرض على الماركت بليس اللي احنا شفناه دوت، اللي هي الصفحة بتاعتي، تمام. بعد ما بعرض عليه بفضل بقى ازود الاعلانات بتاعتي وازود النشر في الجروبات من خلال الفيس لايت زي ما قلنا كده، على الفيس لايت هخش ازود النشر، هتلاقي بص الاعلان بتاعك بيظهر هنا اهو. برضو لو تلاقيته زي ما انت شايف كده، لو دوست عرض للبيع في مزيد من الاماكن وتحدد 10 جروبات تانيين، فهو هيتنشر في 10 جروبات تانيين وبتدوس نشر، تمام.
فيا ريت المعلومة دي تكون وصلت، حتى لو في دربكة شوية أو لخبطة حاول إن أنت تركز في الخطوات اللي أنا عملتها وتبدأ بيها. تمام. ودي طريقة طبعا هتجيب لك أوردرات أكتر من الطريقة اللي أنت بتشتغل بيها على الماركت وخلاص. يعني لازم أكون عندي جروبات كتير وبزود النشر الإعلان من الماركت نفسه لجروبات. يعني ما ينفعش أقعد أعرض المنتج في جروب جروب كده بإيديا، لا لازم أحط الإعلان في الماركت بليس، وبعد كده أزود النشر من على الفيس لايت في جروبات كبيرة بقى اللي أنا اشتركت فيها. تمام. يا ريت الناس تكون فهمت وتحاول تجمع بعض المعلومات من الفيديو ده، وأتمنى التوفيق للناس كلها.